السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم قناتي قناه نينا لايف عفوا. اليوم جيتكم بهاد الساندويشات ديال الافوكادو مع البيض، يعني فطور صحي وسريع. و بون درت لكم نوعين ديال الافوكادو مع البيض. ساندويشات رائعه توالم للموظفين ولا الاولاد الصغار ياخذوا معاهم المدرسه. المهم نحتاجو فقط حبه افوكادو نخدموا بها زوج ساندويشات اللي شفتوهم. كما نعرفوا الافوكادو عنده فوائد كبيره بزاف، خاصه اللي دايرين الريجيم، يعني ينقص في الوزن وصحي جدا، يعني ويعوض الكوليسترول الماشي مليح، يعني يعوضوا بالكوليسترول كما يقولوا المفيد. المهم فيه فوائد بزاف. المهم هذه هي الطريقه اللي نقشر بها الافوكادو، شفتوا طريقه سهله، يعني غير نقطعوها على زوج، نحولها العظمه هذيك وشوفوا كيفاش يجي. ولكن اختاروا الافوكادو يكون طايب شويه كما راكم تشوفوا. انا افوكادو اللي عندي كان طايب بزياده وسهل التقشير تاعو. شوفوا يعني ما يطلب حتى اداه ولا حتى حاجه، غير هكذا تقشروه بكل سهوله. المهم هكذا نكمل كامل الافوكادو اللي عندي، حبه فقط نديرو زوج ساندويشات. المهم هنا نهرسوهم كامل بالفرشيطه حتى نتحصلوا على قوام يكون شويه هكذا كما يقولوا شايد روحو شويه. المهم خلاص كملنا هرسنا كاع الافوكادو. هنا درت زوج حبات ديال البيض. انا استخدمت هذا الجهاز لانه رائع، 5 دقائق يدير لك البيض، او على حسب كيما حبيتي ديريه، حبيتو ديروه يعني طايب مليح ولا على حسب فيه العيار. المهم هنايا استخدمت توست اسمر، نتوما تقدروا تستخدموا توست قمح كامل ولا اي توست توفر عندكم. حمصتو، تقدروا تضيفوا غير شويه زبده ولا شويه زيت وتحمصوه، ولا انا عندي هذاك الجهاز اللي حمصت به الافوكادو هذا التوست. المهم نحطوا كامل الافوكادو اللي كنا هرسناه، نفردوه كامل في هذاك التوست. هنا كي خلاص البيض طاب، هنايا عندي هذه القطاعه الرائعه نستخدمها نقطع بها البيض، او نتوما يعني قطعوه بالسكين، قطعوه بالموس عادي ونحطوه من الفوق، نفتحوها كامل وتقطع كيما حبيتو تقطعوه بهذا الشكل ولا الشكل اللي حبيتو قطعوه. شوفوا هكذا نحطوه كامل. وفي التتبيله نحتاجو غير زيت الزيتون ورشه ملح ورشه فلفل اسود. صدقوني هذا الفطور الصباحي يعني مفيد جدا. وصدقوني الا كنتو كل مره هكا تاكلوه زوج مرات في السمانه ولا مره، ولا راح تحسوا فرق في الجسم تاعكم، وفرق في الشعر، وفرق في البشره. المهم وخاصة الولاد يقدروا ياخذوا الأطفال، يعني فطور صحي مع شوية فواكه، ولا كما قلت لكم الموظفين اللي يخدموا يدوهم معاهم يفطروا به. المهم نروحوا للطريقة الثانية. نفس الحبة الأفوكادو اللي كنت قطعتها على زوج وكنت هرستها نفسها هي، نحطوا عصير ليمون هكا، عصره يعني ملعقة صغيرة برك هذا ما كان. والحبة بيض الثاني اللي كنت سلقتها، لأنه أنا سلقت في الأول 2 حبتين، نقطعوهم. او تقدروا تبشروا البيض. انا قطعتهم بهذا الشكل، يعني ما يجوش بزاف صغار وما يجوش بزاف كبار، راح تشوفوا كيفاش. او تقدروا تبشروها يعني تبشروا البيض ولا كيما حبيتوا. المهم نحطوه فوق هذا الافوكادو اللي كنا هرسناه. حطيت ملعقه كبيره بصل اخضر هذا رائع، يعطي واحد الطعم بنين بزاف. نضيفوا ربع ملعقه صغيره فلفل احمر حلو، وملح وفلفل اسود فقط. هذا ما كانوش نحتاجه، يعني سهل التحضير ما فيه والو. وفوائد شوفوا مع ما شاء الله البيض مع الافوكادو مع البصل، يعني بزاف فيه فوائد، بروتين، ما شاء الله. تاكلوا هذا احسن من انكم تاكلوا في الصباح كما احنا مولفين ناكلوا قهوه وحليب، نشربوا قهوه وحليب مع حلويات، هذا احسن بكتير. المهم هنا كانوا عندي زوج توست حمصتهم، نحتاجو زوج في هذه الوصفه. في الطريقه هذه نفردو كامل نحطو كامل هذا الافوكادو مع البيض كامل فوق انا كثرت شويه الكميه لانه كانوا زوج حبات توست، فقلت على الاقل واحد يعني ياكل، ما ياكلش غير الخبز وحده، يعني يكون غني بهذا ما يقولوا يعني بالافوكادو والبيض. المهم قطعوها هكا على زوج. صدقوني بزاف بنين ومفيد جدا جدا جدا، فيه فوائد بزاف.
صحي وسهل التحضير. وعندي ان شاء الله وصفات واحد اخرين بزاف على هذا الاستخدامات ديال الافوكادو، ولا سندويشات صحيه، سندويشات صحيه وسهل التحضير. ان شاء الله راح نحطه لكم في الفيديو القادم ان شاء الله. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم. كنت شاركت يعني اللي شاركته معكم فطور صحي سريع وسهل، كما قلت لكم يليق اللي يخدموا ويدوا معهم صباح هكا يفطروا به مع شويه ديال عصير برتقال او شويه فواكه، ولا الاولاد الصغار يقدروا يدوا معهم المدرسه. المهم ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تاني ديروا لي لايك، ديروا لي جام، ونتمنى لكم مشاهده ممتعه.